السلام عليكم ورحمة الله. رحلة طويلة قطعها ضيفنا في عالم الأدب والصحافة. استطاع خلال هذه الرحلة أن يستثمر موهبته الكبيرة في التعبير عن أفكاره. الأفكار دي هي اللي احنا هنحاول الليلة دي إن احنا نقف عند أبرز ملامحها، واحنا بنستضيفه أستاذ عبد الوهاب الأسواني. أهلا بحضرتك يا فندم ومشرف. أستاذ عبد الوهاب، لسه حالا بقول رحلة طويلة بدأت 1934 في أسوان. ايوه، بما يعني ان حضرتك كنت يعني عاصرت وكنت واعي لمصر في الفترة دي قبل الثورة. طبعا يعني لو حبيت من حضرتك كده تلخيص سريع لشكل الحياة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوقت ده. انا ليا اطلالتين في بالنسبه لحال مصر قبل ثوره يوليو. امم اطلاله في اسوان واطلاله في اسكندريه، لان والدي كان عنده محل تجاري صغير في اسكندريه في المنطقه الاجنبيه، امم منطقه اسمها سبورتنج كلوب، وكانت المنطقه دي كلها اجانب، وكان المصري مواطن من الدرجه الثانيه فيه. كان باستثناء اخواننا اليونانيين او فقراء اليونانيين، دول كانوا اصدقائنا باعتبار ان هم كانوا غلابه زينا. يتشابهوا في الحال اه مع المصريين. لكن بقيه يعني كان فيه ايطاليين وانجليز وفرنسيين ونمساويين والمان ويوغوسلافيين وارمن. طبيعة العلاقة بقى بين الأجانب دول اللي كانوا بيستوطنوا اسكندرية في الوقت ده، واسكندرية كانت مدينة شهيرة بده، وبين أبناء البلد. كانوا مستغنين بانفسهم عن اي حد، لان السكان المصريين في هذه المنطقه، وانا لما كان عمري بتاع 19 سنوات يمكن كان واحد في الالف او اثنين في الالف المصريين فقط. يعني المنطقه اللي انا كنت فيها في سبورتنج، اللي كان فيها المحل التجاري البسيط بتاع الوالد، كان فيه 3 عائلات مصريه فقط فيها، والباقي كله اجانب. فما كانش الواحد بيجد اي حد يتكلم معاه، او يعني انا بالنسبه لي يعني الوالد كان ياخد فتره الصيف في اسكندريه وياخد الشتاء في بلدنا، بس ياخد بحكم التجارة اللي كان بيديرها يعني. حكم تجارته من ناحيه هو يحب البلد. ما يعني ايه، كان في واحد بيدير المحل ده اسمه الشيخ ابراهيم، والشيخ ابراهيم ده له افضال عظيمه عليا انا. يعني الشيخ ابراهيم كان ازهري ما كملش تعليمه، وكان قارئ جيد. كان عنده كتب في التاريخ، وكتب في كتب شعريه، الشعر الاديب، وكتب دينيه. فانا يعني شغفت بالتاريخ وبالشعر القديم. طبعا في كان مجلات للاطفال كنت بشتريها برضه في نفس الوقت. يعني رحت العب مع اولاد الخواجات، ما رضيش يلعبوا معايا، شالوا الكره بتاعتهم وسابوني ومشوا، لان هم مستغنين عننا. مين احنا يعني بالنسبه لهم عشان يحشروا حد معاهم غريب؟ دي الاطلاله الاولى يا استاذ عبد الوهاب. الاطلاله الثانيه انعزلت بقى. الاطلاله بتاعت هنا بقى كان في حاجه، ابناء الوجه البحري اللي كانوا بيجوا في اسكندريه يعملوا فيها، بنعرف اخبارهم ان الواحد فيهم لا يملك ولا البيت حتى، لان مجموعه من الاقطاعيين كانوا بيملكوا قرى بحالها كامله، يعني حتى البيت لا يملكه ابن الوجه البحري. لما جت ثوره يوليا وزعت الارض على اصحاب الارض الاصليين، هم دول اصحابها الاصليين اللي هم تحولوا الى اجراء. طيب استاذ عبد الوهاب، اذا كان الحال كده وحضرتك شفته، طب اقف مع حضرتك عند الاطلاله الثانيه اولا. الاطلاله الثانيه في اسكندريه، في اسوان. بلدي انا اسمها المنصوريه، جزيره اسمها المنصوريه في مواجهه مدينه كومومبو. مدينه كومومبو كانت ملك ل3 اسر يهوديه. اسره اسمها اسره قطاوي، يهود مصريين. اسره قطاوي باشا. قطاوي باشا ده كان وزير ماليه مصر في يوم من الايام. انا شفت ابنه بقى رينيه قطاوي، وعيلتين تانيين، عيله اسمها عيله شالوم في اسكندريه، وبس هم ينطقوها سلامه، يعني الاسم الاصلي شالوم. وعيله تانيه اسمها عيله سوارس. ودول هاجروا معظمهم؟ لا، دول هم اللي استصلحوا ارض
كومومبو. وكان اقصد العمال بعد الثوره معظم دول طبعا هاجروا، ولم يتبقى في مصر الا يعني لا، عشرات ما يعني. وزعت الارض على العمال دول كان الواحد ياخد 5 تعريفه في اليوم. وعايشين في فقر لا مثيل له. فقر يعني اقول لك ايه، فقر إيه؟ يعني ايه؟ مش فقر، يعني اقل مستوى من الفقر. طيب اذا كان الحال كده يا استاذ ابو هبو، حضرتك عاصرته بنفسك وشفته في فترات يعني تكون فيها وعيك في مراحل عمرك المبكره، وده يعني يتفق مع حضرتك فيه المنصفين من اللي أرخوا للفتره دي، يعني كيف تقرأ حالة التباكي الآن على هذه الفترة والمطالبة بأنه مصر تعود كما كانت في هذا الوقت؟ الذين يقولون هذا الكلام إما أنهم أضيروا من الثورة، أو لم يقرأوا تاريخ مصر، أو لم يعاصروا هذه الفترة. أنا شخصيا لم أستفد من ثورة يوليو أي حاجة، لكن أنا أقول ما أعتقد أنه الحق. يعني كانوا الناس اللي بيروحوا اسكندرية صعايدة أو بحروة في اسكندرية كأنهم شحاتين، ليس لهم أي قيمة في المناطق اللي أنا عشت فيها تربيت فيها، اللي هي المنطقة الأجنبية. لما انعزلت الشيخ ابراهيم ده بقى بقيت اقرا الكتب عنده، والكلمات اللي ما اعرفهاش هو يفسرها لي، يعني بالذات الشعر القديم، وانا احب الشعر حتى هذه اللحظه. وده اللي خلى حضرتك في البدايه قلت انه صاحب افضال كبيره عليك يعني. هو الشيخ ابراهيم. يعني حتى انا حينما بدات اكتب بقيت اكتب شعر كان يخيل الي انني شاعر، وفي لحظه من اللحظات خيل الي انني هبقى مؤرخ، لان انا قريت التاريخ العربي الاسلامي، التاريخ الروماني، التاريخ فيما بعد يعني توسعت، التاريخ اليوناني، التاريخ الفارسي. يعني ما فيش امبراطوريه قامت ولها صله بمنطقه الشرق الاوسط اللي انا ما قريت تاريخها. فخيل الي ان انا هبقى مؤرخ. لما جيت اكتب حاجات تاريخيه لقيت نفسي ببدل واغير وده مش من قبيل الامانه العلميه اهو كده، ولو ان في مؤرخين كتير بيعملوا كده يا استاذ عبد الوهاب وبيعدوا من المؤرخين. لما بقيت اروح الندوات بقى بدات قالوا لي لا ده انت كده، ده انت كاتب قصه مش مؤرخ، بما انك اعملت خيالك في اللي بتعمله اهو كده. بدات اتنبه للقصه، ما كنتش اقرا قصص ابدا. اقل زي ما بيقولوا ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني نتمنى انا دلوقتي والله بشتغل ليل نهار علشان خاطر انا اقول فضيلة. حضرتك قريت تاريخ الناس دي، كل الناس اليونانيين والرومانيين وكل الناس اللي جات على الارض دي، بس حضرتك ليك مقولة بتقول انك مؤمن جدا بالحضارة العربية والاسلامية. يعني اولا مصدر الايمان بالحضارة العربية والاسلامية ده ايه وبقدرتها على البقاء والتطور؟ ثانيا تقول ايه بقى لدعاة التغيير؟ عندنا كثير من الادباء للاسف الشديد يقولون أن العرب لم يضيفوا شيئا للحضارة الإنسانية. هم يقولون هذا الكلام دون أن يكلفوا أنفسهم بقراءة التراث العربي. احنا نمسك ايه؟ ننظر لمصر مثلا، نضرب مثال. نجيب محفوظ حينما بعت جواب لجنة جائزة نوبل قال فيه، اللي قرأه الأستاذ محمد سلماوي اللي أنابه في استلام الجائزة عنه. أيوة، قال فيه أنا ابن 3 حضارات، الحضارة الفرعونية والحضارة العربية الإسلامية والحضارة الغربية الحديثة. مصر فيها تراكمات حضارية مش موجودة في أي مكان آخر من العالم، ربما باستثناء العراق إلى حد وهي ما. حضارة قديمة قدم الحضارة المصرية. يعني هي موازية للمعاصرة كانت للحضارة الفرعونية بالزبط. حضارة بين النهرين يعني، لكن وما كانوش يعرفوا بعض، ما فيش اتصال بينهم. فهنا يعني احنا عندنا تراكم حضاري عظيم جدا. أحد هذه التراكمات ما أضافته الحضارة العربية الإسلامية. يعني كثيرين ينكرون أنها أضافت شيئا. كمان في كثيرين من الأوروبيين السياسيين بالذات يقولون إنها خدت حضارة اليونان والرومان وبس دون أن تضيف شيئا. هذا رغم أنه يعني البعض بيقول أنه العرب لم يصبحوا أمة إلا بعد مجيء الإسلام، يعني الإسلام صنع من هذه يعني الجماعات المتفرقة أمة بمعنى كلمة. هذا صحيح، بس ما ننساش حاجة بقى. قبل الإسلام كان في 3 حضارات في اليمن. حضارة معين
سبأ وحضاره ومعين سبأ وحمير. وحضاره حمير. يعني في 3 حضارات في اليمن، لكن كانت انحدرت قبيل الاسلام بقليل بسبب الاحتلال الحبشي. ثم لما استنجدوا بالفرس بقى فيه احتلال فارسي او حكم فارسي بشكل ما، تقهقرت الحضاره اليمنيه بقى، يعني تراجعت. ظهر الاسلام بقى في هذه اللحظه، يعني وحد هذه الامه الكبيره، ثم بدا الغزو الاسلامي بعد كده في عصر ابو بكر الفتوحات الاسلاميه وتوسع الدوله الاسلاميه. حتى نعود الى مصر استاذ عبد الوهاب. يعني حضرتك بدأنا بلمحة تاريخية عن مصر قبل الثورة في الثلاثينات والأربعينات ومصر الآن. بقى عايز أعرف، لأنه ده أنا لمسته أيضا في كتابات حضرتك، وجه الشبه اللي أنت شايفه بين مصر في هذا التاريخ ومصر بعد 75 سنة النهاردة. لا، مصر حاليا أحسن مما كانت قبل ثورة يوليو. على سبيل المثال، مثال واحد، كان في حاجة اسمها خطبة العرش. أي وزارة تؤلف يحضر الملك في البرلمان ويقف رئيس الوزراء الجديد يلقي خطاب العرش عبارة عن برنامج وزارته. كل هذه خطابات العرش فيها كلمة تتردد أو جملة تتردد: وستعمل حكومتي على محاربة الحفاء. كنت تبص للقاهرة 90% من سكانها حفاه الأقدام. ده في خطاب التكليف زي ما احنا بنسميه. يعني واحدة من المهام الأساسية برنامج الوزارة انها تحارب الحفاء. هتحارب الحفاء. لم يحارب الحفاء الا بعد ما قامت ثورة يوليو. حاليا انا دلوقتي ابص للمواطنين ما اقدرش اعرف العامل من المدير، كلهم لابسين زي بعض. هذا ايجابي. لكن كان الاول اللي يلبس بنطلون وقميص كل الناس تضرب له تعظيم سلام: ده يا فندم، وشامخ كده، تجد شامخ ماشي شامخ. هم دول بقى اللي زعلانين، واولادهم اللي زعلانين من ثوره يوليو لان سوتهم بالاخرين. طب ومال فيها بس ايه؟ بس دول المفترض ان نسبتهم كانت يعني لا تذكر من مجموع الشعب المصري. بس كانوا بيتعالوا على الاخرين. ويعني أفندي ان نحمل الضغينه جيل بعد جيل، اظن انه هذا ليس فيه انصاف كبير، يعني باعتبار المصلحه العامه اللي تحققت لجموع الشعب. يعني ماركيز الكاتب الامريكي حائز جائزه نوبل، ايوه، يقول لك الطفوله مخزن الروائي. الطفوله كمان مخزن اي انسان. الانسان بيتاثر بما قاله ابوه وامه والبيئه اللي هو حواليها، مع اضافه ايضا كثير من المبالغات من قبيل يعني نقول ادعاء الوجاهه الاجتماعيه، لانه انا يا اما من اللي استفادوا يا اما من اللي تضرروا. فانا احب ارسم لنفسي صوره ان انا كثيرين يقول لك احنا صدروا مننا ارض ولا صدر ولا حاجه، يعني حاليا يعني يدعوا الحكايه دي. لكن هي ثوره يوليو يعني مثلا، يعني هو كمان بس عشان نبقى منصفين، انا كنت اتمنى لو حصل نوع من الاندماج بين الوفد وثوره يوليو. لماذا؟ كان الوفد هو اللي بيمثل الشعب المصري. بس الكثيرين بيقولوا انه كان بيمثل الشعب المصري بطبقه يعني ارستقراطيه من البشوات والبكوات. في الاخر لان هم كانوا اثنين يتصارعان، اتجاهين يتصارعان. واحد بيتزعمه محمد صلاح الدين اللي كان وزير الخارجيه، وده كان له شهره عظيمه جدا في الشارع المصري. والجانب الاخر فؤاد سراج الدين، ده رجل طبعا اقطاعي مع احترام له كسياسي محترم، لكن كان اقطاعي مش ممكن هيندمج مع ثوره يوليو لانه صدروا منه ارض. صدام بديهي، صدام مصالح بالاساس. اللي انا يعني اللي انا كنت اتمناه، يعني الوفد بصرف النظر قبل ما يجي فؤاد سراج الدين والناس دول، يعني الوفد هو اللي عمل مجانيه التعليم في الابتدائي والثانوي. استفاد منها الضباط اللي صنعوا الثوره، لانه لم يكن يتاح لهم دخول الكليه الحربيه. الثوره جت كملت خلت الجامعه مجانيه. الوفد هو اللي بنى خزان اسوان. الثوره جت عملت السد العالي. الثوره الوفد هو اللي عمل الجامعه العربيه. كل كلام حضرتك عن الوفد قبل الثوره، مش الوفد الجديد اللي لا، الوفد قبل الثوره. الوفد قبل الثوره. يعني انا كنت اتمنى لو حصل اندماج، يعني حزب المؤتمر الهندي هو اللي خد الاستقلال اللي كان موجود قبل الاستقلال، وهو اللي حكم بعد الاستقلال. انا كنت اتمنى. بس هي حاله مواجهه المحتل
كانت تختلف هنا. يعني احنا هنا كنا بنتكلم مش بس عن مواجهة احتلال انجليزي او احتلال خارجي، احنا كمان بنتكلم عن تغيير نظام. فمش شايف انه في منطقية في صدام بين القوى السياسية في الوقت ده، واحنا في النهاية بنتكلم عن نظام ثوري؟ مش عارف يعني إلى أي مدى يمكن التسامح في مسألة تطبيق الديمقراطية مع نظام ثوري في مراحل مبكرة يعني. هي الديمقراطية كانت في الانتخابات فقط، لكن هل الوفد نفسه كمل مدة من المدد اللي يجب يكملها؟ إطلاقا. هو بعد سنوات، سنة واحدة الملك يقيله. سنوات اللي حكم فيها الوفد وهو كان حزب الأغلبية أظن في فترة الملك فؤاد كلها يعني لا تتجاوز 4 سنين أظن. الملك فؤاد والملك فاروق، وطول الوقت كانت حكومات أقلية يعني. الحكومات الأقلية هي اللي حكمت. صحيح. والملك وراه. طيب يعني كيف أستقيم ده مع كلام قريته لحضرتك بأنه الديمقراطية مش هتبقى في مصلحة الناس، يعني لأنهم لا يحسنون الاختيار؟ أنا متشائم في الحتة دي. أي. ليه بقى؟ للأسف الشديد لكثرة الحكم الفردي في مصر أصبح الديكتاتورية سمة موجودة في كل مكان تذهب فيه في مصر. المدرس الناظر في المدرسة ديكتاتور على المدرسين، الأب في البيت ديكتاتور على أولاده، رئيس أي مصلحة حكومية ديكتاتور على والباقيين ينافقونه. بقت سمة عظيمة جدا فينا. فأنا متشائم، يعني أتمنى تحصل تجربة واثنين وثلاثة، لكن مش ممكن هتطبق من جيل واحد. يعني هيحصل فيها تعثر يمكن على 100 سنة حتى تبقى ديمقراطية حقيقية في مصر. هو حتى يعني من الناحية العلمية البعض بيقول انه اي تجربة ديمقراطية بتحتاج في البداية الى مرحلة تحول ديمقراطي. ايوه صح. المفروض ان الشعوب تستوفي فيها درجة معينة من ايوه صحيح. تمام. يعني انا متشائم على المدى القصير، لكن على المدى البعيد هتحصل تجارب كثيرة وتعثرات لغاية ما تبقى في ديمقراطية حقيقية، بس بعد مش اقل من 100 سنة على الاقل. ده تشاؤم مني بقى. طيب لحد يعني ما ربنا يديلك الصحة وطولة العمر ويجوا ال 100 سنة دول أستاذ عبد الوهاب. يا ريت. خلينا بقى دلوقتي نتكلم عن دور المثقف في صنع العملية اللي احنا بنتكلم عنها دي، أو دوره في تنمية مجتمعه الفكري والثقافي. شايف ازاي علاقة المثقف ابتداء بالسلطة في ظل كلام بيردده كثيرين عن انه نحن امام سلطة لا تقرأ كثيرا، ومن ثم فانه درجة تقديرها للمثقف ما هياش بالقدر المطلوب؟ هو في حاجة مهمة جدا، المثقف والسياسي لا يتفقان. لماذا؟ ده في جميع انحاء العالم مش انا بس بدرجات يعني استاذ عبد الوهاب، يعني في فرق بين صدام. الدرجة عالية عندنا جدا. السياسي بيهمه ان الامور تستقر كما هي. بينما المثقف بيطالب بالتغيير. بس لنفترض حتى انه لو في توافق فكري بين طبقة معينة من المثقفين، ترى استمرار ما هو يعني في صالح وتحب تبني عليه وتطوره ولا تطالب بتغييره؟ يعني مكانة ده ايه عند صاحب السلطة او متخذ القرار؟ هل هي علاقة تبعية مطلقة، علاقة تأثير وتأثر؟ يعني احنا نعرف تاريخيا انه كان في نماذج لمثقفين قريبين من السلطة. يعني هل المثقف لما يقرب من السلطة بالضرورة تكون العلاقة تبعية، ولا في إمكان لأنه يأثر في هذه السلطة بقدر ما يتأثر؟ في يوم من الأيام كان العقاد مثلا وفدي عظيم. ما هو دي الأمثلة اللي أنا بحاول أستشهد بيها. وكان بيكتب مقالات تسقط الوزارات اللي هي معادية للوفد. لكن بعد كده اختلف مع الوفد وبقى مستقل مش تبع أي حزب. طه حسين كان في يوم من الأيام مع الأحرار الدستوريين، وبعدين بقى مع الوفد. أحمد لطفي السيد يعني وحتى بعد الثورة برضو إلى حد ما شاهدنا هذه الظاهرة في الفترة الأولى من الثورة أستاذ عبد الوهاب. لا يعني هو للأسف الشديد في العالم الثالث كله السياسي بيطالب المثقف أن يكون يعني إعلامي تابع له، مش مثقف يعني بيعرض أفكار معينة مش علاقة الند للند يعني. لا. يعني باستمرار بينظر يعمل له دعاية مثلا، وإلا ملوش لازمة. ولذلك من النادر أن تجد في العالم الثالث حكومة تقرب منها المثقفين. نادر يعني ما تلاقيش. وده اللي بيخلي البعض ربما يقول انه احنا يعني
حكوماتنا او انظمه الحكم عندنا محتاجه شويه من خيال الادباء. طبعا. يعمل ايه يعني خيال الاديب ده لو امتزج بالسلطه يعمل ايه يا استاذ عبد الوهاب؟ الخيال الخلاق يعني هو ايه؟ يعني الخيال الاديب. هنا بقى في حاجه برضه انا عاوز اقولها. احنا عندنا دايما بنجعل او نركز على المبدعين فقط. يعني كاتب القصه والشاعر وكاتب الروايه والفنان التشكيلي والموسيقي على اساس ان دول المثقفين. لا، هو المفروض بقى ندخل، يعني نوسع الدايره شويه. يعني يدخلوا اساتذه الجامعات، يدخلوا المؤرخين، يعني المفروض تبقى نخب، يعني نخب او كده. كلهم يعني في دلوقتي تخصص. يقول لك احنا عندنا مؤتمر مثقفين مثلا هيعقد قريبا جدا. صحيح. مش هيدعوا كل الناس، هيدعوا بس كتاب القصه والروايه والشعراء. وهو في خلاف كبير كمان بين هؤلاء على مساله المؤتمر في حد ذاته، ان ده مؤتمر سلطه والدعوه الى مؤتمر موازي للمؤتمر وكلام يعني من هذا المفروض الدايره يعني ايه توسع شويه. دخلوا مثلا اساتذه الجامعات، المؤرخين، كل من يعمل عمل ذهني يعني يدخل فيها. كثيرين برضو من الصحفيين اللي هم صحفيين يعني ايه مستوى زي هيكل مثلا، زي الناس دي لازم، يعني المفروض كده. ولا مش هيبقى مؤتمر الثقافيين هيبقى برضو ناقص يعني. وهو الهدف في النهايه من مؤتمر زي ده ايه يا استاذ عبد الوهاب؟ انا لغايه دلوقتي ما اعرفش. لكن المفترض حتى يعني منطقيا، مش من اجل صياغه رؤيه معينه يعني هو ده المطروح قبل هؤلاء. هو دلوقتي المطروح دلوقتي. لكن هو في ناس كتيره عامله دراسات طبعا، هتقرا ملخصاتها هنقدر نفهم منها. لان هتبص تلاقي في ناس هتقول الشيء واخرين يقولوا نقيضه. يعني مش ما نتعشمش في توصيات ختاميه لهذا المؤتمر تكون التوصيات كثيره جدا، لكن هل تنفذ؟ اقصد توصيات متماسكه تعبر عن راي مجموع المثقفين، ولا هم نفسهم مش هيقدروا يديروا خلافاتهم المثقفين دول عشان يوصلوا يعني بهذه الخلافات الى اراء اكثر ناس مفككين المثقفين، وبالذات الكتاب يعني والفنانين التشكيليين وبقيه المبدعين. بفعل ناس إيه؟ مفككين. بفعل ايه يا استاذ عبد الوهاب؟ يعني ربما هم يعني عندهم احساس انه ما يبقوش تبع سلطه مثلا او تبع حد، او يعني خلينا نقول فريق منهم كده. الغالبيه، لانه اكيد في فريق تاني قربه من السلطه يحقق ليه منافع يعني. يعني في ناس قريبين من السلطه لكن بيعملوا حاجه فعلا يعني. يعني مثلا زي فاروق حسني، يعني شخصيا مبسوط من وجوده في وزاره الثقافه. بس مش شايف ان الوجود ده طال قوي يا استاذ؟ ممكن يكون طال، لكن هو يعني في رايي بقى لو قارنا كل الوزراء اللي مسكوا الوزاره دي باستثناء ثروت عكاشه، هو هيكون بعد ثروت عكاشه مباشره. ربما فعل طول الوقت برضه يا استاذ ممكن يعني. ممكن طول الوقت ممكن يخليه طبعا يقصر في اشياء كثيره. ممكن ويخلينا برضه في حسابنا معاه نبقى اشد، باعتبار انه هذا الطول في المساحه اللي اتيحت ليه يستوجب منه اعطاء الكثير. يعني. فعلا ده صحيح. لكن انا يعني عندك جابر عصفور برضه لما مسك المركز العالي للثقافه عمل فيه تطورات عظيمه جدا، وفي مجال الترجمه ايضا، ودلوقتي بيعمل حاجات عظيمه برضه في مجال الترجمه. يعني في يعني البعض مش الكل يعني في شخصيات تانية بتبقى يعني عارف بتخصي نفسها، انا اسف على هذا التعبير يعني. واخد حضرتك، لا يستطيع ان يعبر عن رايه اطلاقا. لكن في شخصيات بتبقى متماسكه، بتقول ارائها في كل حاجه فيما تكتب، وفي نفس الوقت بتعمل حاجه. يعني طه حسين ما هو عمل حاجه مثلا لما كان كان وزير تعليم. كان وزير تعليم. لما كان مع الوفد عمل حاجات كتيره جدا. طيب انا عايز اسال حضرتك دلوقتي سؤال وتجاوبني عليه بعد فاصل صغير هنبي. يعني لو الاستاذ عبد الوهاب قرر دلوقتي انه يكتب روايه توصف احوال مصر، عايز اسال حضرتك على العنوان اللي ممكن تلخص بيه مضمون هذه الروايه، وابرز حتى المحاور اللي انت هتتناولها في الفصول الرئيسيه.